السلام عليكم. موضوع مهم جدا جدا واتسألت فيه كتير قوي، وانا في الحتت دي بصراحة بحب اجاوب بأمانة جدا جدا، علشان في ناس فعلا ممكن تبني حياتها على حاجة زي دي. موضوع ربح اليوتيوب. اتسألت أسئلة كتيرة قوي. يا مس حسناء، أنا جوزي مش معايا وأنا اللي شايلة البيت وعايزة أعمل قناة علشان أعتمد عليها، تبقى هي دي الربح بتاعي وده تبقى باب الرزق بتاعي اللي أصرف فيه على بيتي وعلى ولادي. واحدة تاني برضو أنا عايزة ورايا التزامات كتير وعايزة أدخل في جمعية وما عنديش أي دخل ولا أي مصدر ربح، فعايزة أفتح قناة عشان يجيني يعني دخل منها ودي اللي يبقى شغلي. وناس كتيرة جدا يسألوا أرباح اليوتيوب دي ثابتة؟ يعني أنا لو دخلت جمعية مثلا أو وردت نفسي في جمعية أو وردت نفسي في حاجة قسط، هل الأرباح دي ثابتة؟ أقدر إن أنا عارفة كده إن أنا جاي لي كل شهر مبلغ كذا ومعتمد على المبلغ ده إن هو جاي لي من اليوتيوب ودي قناتي كأني موظفة وكأني عندي شغل. سؤال تاني اتسألت فيه، هل أرباح اليوتيوب حلال أم حرام؟ طيب احنا هنجاوب على كل الاسئله دي مع بعض بمنتهى الامانه وبمنتهى المصداقيه، لان انا مش هيفرق معايا حاجه، لكن النصيحه لوجه الله تعالى دي مهمه جدا. ومن فضلكم يا جماعه لايك علشان الفيديو ده مهم قوي. نعمل اللايك، ما ننساش وانتم بتسمعوني كده نعمل اللايك علشان ناس كتيره عايزه تسمع الفيديو ده، وناس كتيره مهمه عندها ان هي تسمع الكلام اللي انا هقوله ده دلوقتي. فاللايك هيزود كده ويبقى الاجر والثواب ليا وليكم ان شاء الله باذن الله. طيب ايه بقى قصه ارباح اليوتيوب؟ انت جيتي وعملت قناه اشترك فيها اللي اشترك فيه. طيب الارباح بتتحسب ازاي؟ الارباح بتتحسب مش من عدد المشتركين خالص، الارباح بتتحسب من عدد المشاهدات. انت اتفرج عليكي ناس كتيره هيجيلك فلوس، ده بعد ما تدفعي للقناه. يعني انت بدات تعملي القناه وحققت الشروط اللي هي 100,000 مشترك و4000 ساعه مشاهده، بيبدا بقى بتدخلي في الاجراءات بقى الكتيره دي اللي عادي كل الناس عارفينها، واللي مش عارفه بتسال وبتعرف وكل حاجه ان القناه بتتفعل ويبدا ينزل لك ربح. يبدا ينزل لك ربح امتى؟ لما قناتك تعمل $100 هتعملها القناه، يبقى هتبدا ينزل لك، ما بيبعتلكيش في الشهر يعني اقل من $100. يعني انت قناتك المشاهدات بتاعتك عملت $100 هيتبعتولك، عملت 90 مش هيتبعتوا، مش هيروحوا عليك، هيترحلوا للشهر اللي بعده لحد ما يقفلوا ال100. قفلنا ال100 ان شاء الله 101 هيتبعتوا، 102 150 160 200 $300 زي ما هتجيبوا زي ما ربنا هيرزقك هيتبعت لك الفلوس. لكن اقل من $100 في الشهر مش بيتبعت. طيب ازاي؟ هو مضمون بقى ولا مش مضمون؟ دي ارزاق يا جماعه. وحته ان في ناس يقول لك ايه انا فاتح القناه ومش باصه لموضوع الفلوس، لا، كلنا الفلوس عندنا حاجه مهمه، وكلنا الدخل المادي عندنا حاجه مهمه. ما نقولش كذا انا لما فتحت القناه انا والله ما كنت اعرف الربح ده بيجي ازاي. ولو انا حكيت في فيديو قبل كده انا كنت فاتحه القناه دي ليه اصلا وعشان ايه اصلا، ومن الحاح اولياء الامور عليا وانت هتفيدي ناس وهتنفعي ناس والشرح والطريقه والنصايح بتاعتك مهمه، فتحت ما كانش في بالي موضوع ربح. لما سمعت ان في ارباح وفي فلوس ماشي، ليه لا حرام ولا عيب ان انت فعلا تشوفي ان يجيلك دخل، ان انت بتتعبي وده وقت من مجهودك والكلام ده كله. ففتحت القناه وتوكلت على الله. طيب نيجي في حته الاول، هقول لكم بالظبط تفاصيل الفلوس، المبلغ قد ايه شهريا والكلام ده كله هقوله. بس قبل ما اقوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حته حلال وحرام بقى. انا استحاله هقدر احلل ولا احرم بمزاجي، استحاله. الحاجات اللي فيها يا جماعه دي بين او بين لا، في ناس مذبذبه. انت استفتي قلبك، او لو ليكي الشيخ كده حد بتثقي فيه وحد معروف وانت بتثقي فيه بتقتنعي برايه اسالي. لكن انا كحسناء ما اقدرش مثلا اجي اقول لك ايه انا لا ده حلال او ده حرام، لا انا مش بتاعه دين ومش بتاعه علم. لكن انا في الحاجات دي انا سمعت وقعدت ادور كتير عشان اعرف النقطه دي، سمعت اراء مختلفه. طب احنا سمعنا اراء مختلفه حتى الشيوخ مختلفين، يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ استفتي قلبك، اسالي نفسك، اقعدي فكري. انا قعدت افكر مع نفسي، هل انا بجبر حد وباخد منه فلوس بالعافيه؟ هل انا باخد فلوس بسيف الحياء؟ هل انا مثلا بضغط على حد علشان يتفرج عليا؟ لا. طيب هل انا ما بتعبش في الحاجه دي؟ انا بتعب جدا جدا، بتعب جدا عشان اقعد واصور والبس قبل ما اصور واحضر الموضوع اللي انا بتكلم فيه واحضر الادوات اللي هستخدمها وانا بشرح، واقرا في الموضوع كتير وارتب افكاري
ووقت من وقتي، كل ده وقت من وقتي. وبعد ما اخلص الفيديو اقعد اوضبه واجهزه عشان احمله، والتحميل بتاع الفيديو ده بياخد من باقه البيت. طبعا تحميل الفيديوهات بتاخد كتير جدا من الباقه، بتصرفي باقات كتيره. يعني لو كنت بتعملي باقه في الشهر انت بتعمليها مرتين وثلاث مرات، بتدفعي مرتين وثلاث مرات الباقه بتجدديها في الشهر، علشان الفيديوهات لما تتحمل على اليوتيوب بتسحب مساحه كبيره جدا من باقه النت. طيب ما انا كل ده بعمله، يبقى لما يجيني اجري يبقى اكيد حلال 100%، لان انا تعبت وصرفت عليه كمان وعملت مجهود وبذلت مجهود، وما خصبتش حد ان يتفرج عليا او اجبرت حد ان هو يتفرج عليا. يبقى حته الحلال والحرام دي استفتي قلبك وانت ورايك وانت وكلامك، لان في ناس متعسفه كده ارباح اليوتيوب حرام. انت حرام منين؟ انت قلت انه حرام ليه؟ حرام ليه؟ المهم ما علينا، كل واحد حر في الحته دي. حته الفلوس بقى، بصوا يا جماعه، الارباح الشهريه مش ثابته. الارباح الشهريه ما هي ثابته. مفيش حد ابدا يقول لك ده انا كل شهر باخد 5000 جنيه من اليوتيوب. استحاله، مش ثابته ابدا. ليه؟ لانها تبع عدد المشاهدات. زي بالظبط انت فاتحه محل، بعت كتير هتكسبي كتير، الشهر ده ما بعتيش كتير مش هتكسبي كتير. يعني ايه؟ يعني بعتي فيديوهات ومشاهدات جاي يجيلك، ما بعتيش مش هيجيلك. والغريب قوي بقى كل محتوى مختلف عن التاني. ده بقى اللي اكتشفته من الخبره بقى، عماله ابص هنا وهنا، كل محتوى مختلف عن التاني. المحتوى بتاعي انا علشان بتكلم اطفال معظمه اولياء امور وكده، الربح عندي اقل. يعني تخيلوا ال1000 مشاهده، ال1000 علشان يبقوا 1000 واحد اتفرجوا على الفيديو بتاعك اللي هو مدته 8 دقايق مثلا، ال1000 ده يجيب لي انا كام؟ يجيب لي مثلا نص دولار، مش دولار كامل، مش $1 كامل، ده بيجيب لي نص دولار. عشان الناس اللي فاكره يا ما هنا يا ما هناك، اللي فاكره ان اللي عندهم قنوات يوتيوب دول بيجيبوا قد كده، لا، تبع التخصص. التخصصات اللي هي اليوميات اللي بيعملوا بقى تنظيف ومش تنظيف والكلام ده، ال1000 مشاهده عندهم تجيب اكتر من عندي انا، بس ما اعرفش كام بالظبط، لكن ال1000 مشاهده عندهم تجيب اكتر من القناه التعليميه بتاعتي. فتخيلوا انا كل 1000 واحد بيتفرج عليا اخد منه نص دولار. فالربح بتبقى مخصصه للاطفال. طيب ايه تاني المعلومه؟ ان انا مشاهدات كتير هكسب كتير، مشاهدات قليله هكسب قليل. فانت عايزه تعملي قناه، اعملي وتوكلي على الله، بس محتواكي يبقى كويس. اولا امتى يبقى حرام؟ امتى يبقى حرام؟ ده برضو استفتي قلبك. لما اللي بيطلعوا بقى بلبس وحش جدا، اللي بيطلعوا بيفضحوا، ده طالعه تبين بقى اجزاء من جسمها ومفاتن جسمها والكلام اللي احنا بنشوفه، طبعا ده وحش جدا جدا. ان هي بقى قناعات. يعني انا مثلا ما احبش ان يبقى بيتي كله مكشوف كده. يعني في ناس بتبقى بيتها كله مكشوف، يعني حياتها قصدي كلها الشخصيه كلها معروفه، كلها باينه، وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه وبيلبسوا ايه، وحتى اوضه النوم باينه، الحمام باين، المطبخ، كل حاجه وكل حاجه. انا رايي انت نويتي تطلعي بتعملي قناه، ما تخرجيش بره مطبخك، بره مطبخك الريسبشن كده زي ما انا قاعده كده عادي، قاعده في بيت عادي زي اي بيت. فالحاجات دي ماشي، لكن ان نقعد نقول بقى واسرار بيوتنا تقريبا في قنوات بيبقى كل حاجه معروفه يعني. بس براحتك، كل واحد دي قناعات شخصيه يا جماعه. لكن انت عايزه تعملي قناه، اعملي لو انت شايفه نفسك. يعني هو بيكسب حلو مع اللي هي القنوات التانية، يعني قنوات المحتوى التاني، المحتوى المختلف غير التعليمي بصراحه. يعني انا لما اتكلمت مع ناس كتيره قوي عامله محتوى، منشئين محتوى زي كده تعليمي، بيعلموا بيدوا دروس وبيدوا كلام من ده، لقيت فعلا ان الكل بيعاني من المشكله دي، ان الدخل بسيط قوي 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 قوي، لان اليوتيوب بيعتبر ان دي قنوات خاصه بالاطفال، فالربح عليه بيبقى ضعيف جدا جدا. علشان الناس اللي انا فاكره معايا فلوس قد كده، لا والله الحمد لله يا رب، وربنا بيبارك في القليل، والله ربنا يبارك في القليل. لكن انت عايز تعملي، اعملي قناه، وشوفي انت في حته ايه. ما تروحيش تعملي قناه وانت عايزه تعملي قناه وخلاص عشان اكسب فلوس، مش هتنجحي، الناس مش هتحبك. لكن اولا قناه اليوتيوب دي
قبول يعني لو الناس والمتابعين عندك قبول كده هيقابلوكي. لو زي ما بنقول الكاميرا بتحبك، بتطلعي في الكاميرا محبوبه، يعني شخصيتك حلوه فالناس هتحبك. اختاري الحاجه اللي تتكلمي فيها، عايز تتكلمي في حكايات، عايزه تتكلمي تعملي روتين برضو بنصايح معينه، اعملي روتين بنصايح معينه. عايزه تعملي ايه تاني؟ شوفوا بقى المجالات كتيره جدا، بس اهم حاجه المجال اللي انت عايزه تلاقي نفسك فيه او انت عايز تلاقي نفسك فيه وعارف ان انت هتنجح فيه وعارف انك بتفهم فيه قوي. لان بلاقي ناس طالعه تعك بصراحه، يعني في ناس بتعك اتكلم في اي حاجه. طب انت مالك ومال الحته دي؟ مالك ومال النقطه دي؟ مش بتاعتك. يعني انا لما عملت القناه انا على دراستي بالاطفال وكده وخبرتي، بعمل اللي هي النصايح اللي بقدمها لكم برضو ان كان للاطفال او لكم انتم كامهات، برضو دي من خبرتي ومن دراستي. فطبعا كل ده مهم جدا ان يكون عندك انت اصلا وموجود عندك انت اصلا، فده هيسهل لك قوي النجاح على اليوتيوب. لكن بيكسب اليوتيوب بيكسب وتقدري تعتمدي عليه وتقدري تعيشي بالدخل بتاعه لو محتوى غير تعليمي. يعني ما انصحكوش ابدا بالمحتوى التعليمي اللي انا عاملاه. في اخر حاجه عايزه اقولها لكم بقى ان انا زعلانه منكم جدا جدا جدا، مش اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي. يعني انا مثلا يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا عملت محتوى الناس كلها هي اللي طلبته والناس هي اللي بتطلبه، وباخد المواضيع من الكومنتات. يعني حد اتكلمي لي على ابني كذا، ابني متاخر في الاملاء، ابني بخط وحش، ابني، اعمل كل اللي انتوا بتطلبوه. هل بيتفرجوا عليا؟ ما بيتفرجوش. ادخلوا كده على القناه بتاعتي نفسها ودوسوا على كلمه الفيديوهات المحمله وشوفوا الفيديوهات المحمله عندي، شوفوا نسبه المشاهده قد ايه. كل فيديو مكتوب عليه قدامه نسبه المشاهده. يعني انا لما انزل فيديو وانا عندي 106,000 مشترك، 106,000 مشترك، ولا اللي اتفرجوا 300، الله اللي اتفرجوا 200 شخص. طب دي تقهر وتزعل ولا لا؟ طب انا بعمل ليه؟ عشان ايه؟ عشان كده فكرت في القناه الثانيه ان انا اعملها غير المحتوى شويه، يمكن تتشاف، بس هي لسه عماله بتكبر واحده بواحده، كلنا ندخل عليها. بس اسمها حسناء صادق، دي اللي هنتكلم فيها بعيد عن المذاكره والتعليم وكده. ودي هعمل عليها حاجات من دي برضو، حاجات اللي هي النصايح بقى بتاعتنا احنا، والحاجات اللي هي بتاعت التنميه البشريه شويه، لان انا برضو واخده كورسات تنميه بشريه وحابه انصحكم برضو في الحاجات دي. هنعملها هنا على القناه هنا على اساس ان العدد كبير قوي. اتمنى ان القناه توصل، اتمنى ان الناس تتفرج وتسمعني، لان بزعل جدا فعلا الواحد يقعد يسجل ويقول ويعمل في الاخر مفيش مشاهدات. لكن اللي عايز يعمل قناه يعملها ويتوكل على الله ويعملها. الموضوع مربح، مربح للناس اللي هي تعمل حاجه بعيد عن التعليمي. ما انصحكوش ابدا بالفيديوهات التعليميه الا اذا عملتيها لوجه الله تعالى وتحتسب الاجر والثواب عند ربنا زي ما انا بعمل كده. خلاص انا هعمل كل اللي يطلب مني واللي الناس هتطلبه مني. عايزه لو واحد بس هيستفاد ويدعي لي دي بكنوز الدنيا كلها، فانا هسيب القناه وهستمر فيها وهعمل تعليمي وهعمل مش تعليمي وهعمل كل حاجه. لكن علشان ايه؟ علشان انا لما يتفرج عليا وتقول لي ده انا ابني استفاد بطريقتك، ده انا اتحسن بطريقتك، دي عندي بالدنيا وباللي فيها وده كنز عند ربنا كبير جدا. لكن لو انت عايزه كدخل وانت دخلك قليل والدنيا بقت صعبه والحياه بقت صعبه وفعلا الكل بيدور على ان هو يدور على حاجه تجيب له دخل، ابعدي عن التعليمي واعملوا اي قنوات تانية ان شاء الله تنجحوا. لو انتوا شايفين شخصيتكم تقدروا تطلعي وتتكلمي قدام الكاميرا وتكلمي الناس، لان ده مش سهل. اطلعي واعملي وتوكلي على الله، وفعلا بتكسب للمجالات التانية وبتجيب ربح حلو قوي قوي قوي. ممكن تعتمدي عليه، ممكن طول ما انت شغاله ومستمره ومتواجده على طول وفيديوهات على طول دخلك هيكون مش ثابت، هيكون متقارب. يعني ممكن شهر يجيلك 5000، شهر 6000، شهر 7000، شهر الدنيا تضرب معاكي ويبقى اكتر. فانت بتبقي من فيديوهاتك بتعرفي رينجك قد ايه، ومن المشاهدات بتعرفي اخر الشهر انت هتجيبي كام. ربنا يرزقكم جميعا بالرزق الحلال الواسع ويبارك في القليل دايما يا رب. واتمنى اللايك للفيديو، لو حبيتوا تعملوا شير يبقى خدمتوني. واي حاجه انتوا عايزينها استفسار اكتر من كده قولوا لي في الكومنتات وانا اطلع اقول لكم اكتر. يعني اي حاجه انتوا عايزين تسالوا عليها قولوا لي وانا اجاوب عليها ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم.